أهلا وسهلا بحضراتكم بفيديو جديد من قناة مشروعك عندنا. المشروع اللي أنا جايبه لحضرتك النهاردة تقدر تبدأ فيه بداية من 1000 جنيه لحد 100 ألف جنيه. يعني حضرتك كده من الآخر ملكش أي حجة خالص. إيه المشروع اللي المنتج بتاعه أنت مش محتاج توزع منتج ولا محتاج تتعب ولا يكون عندك إرهاق، ده أنت كل موضوعك هيخلص على التليفون وأنت قاعد. ايه موضوعك اللي هيخلص على التليفون وانت قاعد وكل شغلك على التليفون، وهتلم البضاعة بتاعتك وتروح تحملها في العربية وتروح مباشر على المصنع. قبل ما نحكي في فكرة المشروع، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويدعمنا بلايك ونشوف رأي حضراتكم في التعليقات. يلا بينا على المشروع. مشروع النهاردة يمكن انت اول ما تسمع الكلمة تتخض او ترجع لورا. مشروع النهاردة هو عبارة عن التجارة في الخردة، ولما اقول كلمة خردة يبقى انا بشمل حاجات كتير. ايه هي الحاجات الكتير اللي انا بشملها؟ اللي هي الالومنيوم، الحديد، البلاستيك، الحديد الزهر. وطبعا انا لو معرفتش اقيم بين الحديد العادي والزهر كده انا ممكن اخسر. لازم اكون عشان اشتغل في مجال الخردة لازم افهم يعني ايه زهر ويعني ايه حديد ويعني ايه بلاستيك ويعني ايه نحاس ويعني ايه الومنيوم. كل حاجة ليها اختصاصها وليها شغلها، انت هتلم الانواع دي كلها وكل حاجة على حسب سعرها. طيب اللعبة فين او المكسب بتاعي فين في الكلام ده؟ اللعبة بتاعتي اني انا مش جايب لحضرتك سعر ثابت. انا بوريك كل حاجه، لان انا ما حددتش لحضرتك المشروع. انا بقول لحضرتك هتبدا المشروع ممكن ب 1000 لحد 100000، يعني معاك ب 1000 2000 3 4، كل حاجه على حسب سعرها. خلينا نقول يعني مثلا عندك الحديد، مثلا بمثل لحضرتك ما بقولكش كيلو الحديد بكذا. كيلو الحديد النهارده مثلا ب 6 جنيه. النهارده السريحه بيلموه من الشارع مثلا ب 6 جنيه. انت بتتعامل مع 10 سريحه، لو كل واحد مثلا بيلم له في اليوم 200 كيلو بيجيبهم لك. دول 10 في 2 ده 20، يعني ب 2 طن. 10 في 200 كيلو يعني ب 2 طن. طيب انا باخده هو من السريحه مثلا لو هو بيلمه من الشارع ب 6 جنيه، بيديهولي انا ب 8 جنيه. انا بروح ابيعه للمصنع، بكون متفق مع المصنع هديله الكيلو ب 10. طب انا كده كسبت 2 جنيه في كل كيلو. انا لميت 2 طن في يوم، كسبت كام؟ كسبت في كل طن 2000 جنيه. دول 2 طن يعني 4000 جنيه ده في يوم من ضمن الايام. لو انا هشتغل بس 10 ايام في الشهر، دول واقعين بكام في ال10 ايام؟ هعمل لي حوالي 20000 جنيه مكسب. طب ايه اللي اخسره من ال 20000؟ هاخد لي عربية اللي هي تنقل بضاعة للمصنع، هتاخد لها 3000، وانا علشان هتعب واقف اوزع للناس اللي بلم منهم السريحه طول النهار في الايام والرايح والجاي، هاخد لي كمان 3000. ادي 6000 في العشر ايام اللي اشتغلتهم طول الشهر كاملين. ادي 6000 من 20000. احنا قلنا المكسب، يعني انا مكسبي كده 14000 جنيه في 10 ايام بس انا وقفت فيها واشتغلت 10 ايام في الشهر. طيب ايه عواقب المشروع او ايه الخساره بتاعت المشروع وايه الفوائد بتاعته؟ اول حاجه نحكي النقطه بتاعت عواقب المشروع. عواقب المشروع ان انت لو حضرتك معرفتش تميز بين الحديد وبين الزهر وبين الالومنيوم وبين النحاس، انت كده هتخسر، ما تخشش في المجال. انت لازم يكون عندك خبره في دول، لازم تمشي مع واحد فتره علشان تتعلم الدنيا فيها ايه والدنيا ما تخسرش معاك. بعدين انت عاوز مكان، اي مكان واسع يكون عندك هتكون فيه البضاعه بتاعتك ويكون مكان امن وهتحملها وتبيعها، وكله بالاتفاق مع المصنع. يعني هتروح للمصنع تقول له انا لو جبت لك حديد هتاخد مني الكيلو بكام؟ هيقول لك الكيلو كذا، والحديد الزهر الكيلو كذا، والبلاستيك كذا، والنحاس كذا، والالومنيوم كذا، وكل حاجه على حسب سعرها. طبعا ده اللي هي عواقب المشروع. ايه مميزات المشروع؟ مميزات المشروع ان انت اولا يمكن في ناس تقول لك الخردة ايه عامل اشتغل فيها وما ينفعش انا اكون بتاع خردة. بياعين الخردة يا باشا من الناس الاغنياء. هات لي واحد بياع خردة حضرتك كده وانت بتسمع معايا وبعد ما تقفل معايا الفيديو روح بص واقعد فكر في مين عندنا في البلد كان شغال في الخردة ووضعه بقى ايه دلوقتي. وضعه بقى فوق الريح. طب بقى له كام سنة شغال؟ اللي بادئ جديد ربنا يكرمه ويسهل طريقه. مشروع الخردة ده أحلى مشروع تعرف تاكل منه لقمة عيش ومش محتاج صعوبة ولا حاجة. كل الموضوع إن أنت لازم تقدر تميز بين الحديد الطبيعي والزهرة بتاع الحديد
وان ده نوعه ايه والبلاستيك والكلام ده كله، كلها حاجات خردة. ولو انت واللعبة بتاعتك فين بقى، كل ما نميت اكتر تبيع اكتر، لو نزلت السعر بتاعك شوية، يعني بعد بدل ما تاخد مكسبك في الطن 2000 جنيه، خليه يا سيدي 1000 جنيه بس، علشان ترخص السعر، عشان المصنع يكون بيتعامل معاك انت، وانت كده كل ما بتلم بتوديه على المصنع مباشر، وامورك ماشية 100%. ما تنسوش لو أول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا رأي حضراتكم في الكومنتات، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.